هتهدى قوي صدقني. ما هو خفيف لو كان في رجم وكرباج فعلا كنت بقيتوا بني ادمين محترمين، بس انتوا عايزينها سبهلله. ياض انت ما بتصليش ياض. بس عارف الحدود، وما بحبش الهيصه ولا قله الادب، وحتى لو مش متدين برضه بغير على ديني وبراقب الناس كل يوم وشايف انها فعلا ضايعه. شهوة مراقبة الناس وبعدين الحكم عليهم ومعاقبتهم شهوة بتحرك معظم الشرور اللي بين الناس وبعضيها. مش بيوتنا هي اللي ازاز، نفوسنا هي اللي ازاز، واقل طوبة تكسرها تخليها ما تنفعش تاني. حاسبوا على نفوس بعض قبل ما تحاسبوا بعض. الله يا ساره، بجد شقه حلوه قوي. متشكر. شكرا على ايه يا عم؟ اي خدمه. لا بجد شكرا، بجد ان دي نفس الشقه اللي كان نفسي فيها بجد. طب فين سمسارتي بقى؟ سمسارتك؟ بتتكلمي بجد؟ ايه يا عم، وانا مش لفيت ودورت ولقيت؟ طيب ماشي، ما اعرفش عاوزه كام او عاوزه ايه. تعالى انا بهزر، مش عايزه حاجه طبعا. انت ممكن تعزمني يعني على صلاه عشان احس ان انا ما تعبتش على الفاضي. هعزمك على سلطه، حاضر. ماشي، هات بقى مفتاح السيده زينب. تفتح الشقه القديمه؟ ايوه. عاوزه ليه؟ مش فاهم. لا علي، هو انا هزاري غامض قوي كده؟ انا ما بفهمش هزار النباتيين. حبيبي انت ما بتفهمش الهزار اصلا. ما بفهمش خالص، ما تهزريش معايا. لا هو انا بس يعني بقيت مقتنعه اكتر ان المكان هناك احلى من هنا. انا لو حد خيرني بين هناك وهنا اكيد هختار هناك. معلش يا ساره، خليني اخد التجربه بنفسي واقول لك يعني. تجربه ايه ان شاء الله؟ يعني ان انا استقل عن المكان اللي اتعودت عليه. عايز احس حاجه معينه كمان. حبيبي لما تكبر هتعرف ان انت غلطان. لما اكبر انا قدك على فكره يعني، او انت اكبر مني بسنه مثلا. ايوه بس انا بنت، والبنت بتكبر اسرع، بلس كمان ان انا نباتيه، يعني عقلي انضف واروق من عقلك بكتير. البنت بتكبر اسرع ونباتيه؟ اه. مفيش اي حاجه علميه من اللي بتقوليها دي اصلا. انت عندك حق، صح، انت صح. بطل بس اللموضه، هتجيب حاجتك امتى؟ يعني هنقل حاجات بسيطه بس في الاول كده. بصي الكورنر ده انا بفكر. انا جعانه. يلا ناكل. يلا ناكل. يلا اجيب لك جرجير، تعالى. يعني ايه يا عم حسن؟ لا طبعا. ايه علاقه الوطنيه بالدين؟ الدين ده حاجه كبيره قوي، بيجمع لغات مختلفه وجنسيات مختلفه، هو الاشمل يعني. وانت يعني لو مالكش خير في بيتك هيبقى ليك خير في القهوة مثلا، ولا هيبقى لك خير في عمك حسن؟ مصطفى ده ملكوت لوحده، سيبك منه يا عم حسن. لا ما سيبنيش. الوطن غالي قوي عند اي حد عنده دين، واللي بيتنطط على الناس بدينه او بجنسه بياخد على دماغه من اللي بيفهم في الدين. التاريخ يشهد. التاريخ بيشهد بالعكس يا عم حسن. ما حصلش. لما عمرو بن العاص فتح مصر وابنه ضرب المصري القبطي وقال له احنا اولاد الاكرمين، مين اللي خد للقبطي حقه؟ عمر بن الخطاب الخليفه، اكبر راس في الاسلام وقتها، هو اللي اداله حقه وقال له خد طارك واضرب ابن الاكرمين. نصر ابن البلد المصري على ابن الوالي عشان يقول ان الحق حق ويمشي على الكل. سيدنا النبي بكى لما اهله اخرجوه من مكه، من وطن مكه. الوطن غالي قوي عند كل صاحب قلب سليم، هو ده الاساس. ده فاهم عمك حسن. وبعدين بدون قطع كلامك يا عم حسن معلش، انا مضطر استاذن علشان الشغل. مبروك، لقيت شغل يعني. هو مش شغل قوي. ايه ده، اشتغلت؟ اه بجد؟ طيب انا فخور بيك حبيبي. ايه، مبيض نحاس؟ تعرف يا ربيع، شغلانه مبيض النحاس دي اكتر شغلانه تليق عليك. انت تقف في الطشت كده وتقعد تتهز بقى كده. ايدك ولما اقوم ابيض وشه دلوقتي بقى يا عم حسن. لا انور بيهرج معاك، بطل يا انور. مستريح بقى، مبسوط في شغلانه موبايل النحاس دي. حتى انت يا عم حسن ماشي. عموما انا مش شغال مبيض نحاس ولا حاجه، اصلا النحاس لونه حلو، هبيضه ليه يعني؟ انا شغال شغلانه تانية. خير؟ انا بكتب حكم. حكم؟ حلو ده. زي ايه يا حكيم يعني؟ يعني يا عم حسن بكتب حكم كده على نوت وعلى مجات. الجماعه دول اللي هم نجيب محفوظ وصلاح جاهين وجلال الدين الرومي، انا بقى باخد الحكم دي واكتبها على مجات ونوت، واتفقت مع صاحب محل هدايا ان انا اكتب له على السيفونيرز وهو يبيع ونسترزق بقى سوا. يا ابني انت بتقول كلام انت نفسك مش مصدقه. رزق يا اخي. مين عارف؟
ما يمكن يصدق ويكتب حكمه تغير حياته. قول له يا عم حسن. عموما انا لما بتزنق يعني بكتب حاجات من دماغي، بس بتمشي حلوه قوي والله. تمشي حلو ازاي يعني؟ يا عم حسن اقول لك، انا اكتر مج بعته هو مج كنت كاتب عليه: لا تأمن الى الشجره اذا ظلت، ولا الى المراه اذا صلت. اذا اظلت. اذا اظلت ولا للمراه اذا صلت. ومضيت عليه شكسبير من تحت اهو. بعت منه اكتر من 140 مج، والمج الواحد ب 50 جنيه. شفت التزوير يا عم حسن؟ شفت؟ لا ده مش تزوير بس، ده المعنى كمان قليل الادب. المجات دي كلها لازم ترجع. لا 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 ترجع ايه؟ انتوا كده هتضيعوني. يلا السلام عليكم. اهو بتألف في شكسبير؟ خيبك. الاتصالات هتبقى مسؤولية أبو الفرج وأبو غريب. ابو غريب؟ أبو الفرج وصاني عليه وأنا سامحته، لسه شاب وقدامه مستقبل، خرجه. الاتصالات دي انا المسؤول عنها بقالي سنين طويله، ودي اخطر حاجه عندنا. الاتصالات دي للشباب، أنت مكانتك أهم وأكبر وأرفع. جزاك الله كل خير. انا مش عايز حاجه، بس الاتصالات دي امر خطير. لابد من الشباب يا نمير، والهال دي كويسة ما تخافش منها، وبرضه أخلي كل واحد عينه على التاني. الرحلة اللي اتقطعت لازم تكمل، أنت المسؤول هنا. جايز أتأخر في الرجوع، وجايز مرجعش خالص. أنا هاخد معايا أبو الفرج وأبو غريب، وإن شاء الله لو ربنا أكرمنا والرحلة دي نجحت هبعت لك، علشان هيبقى لك دور وشأن عظيم هناك. وبعت لعبد الله في باكستان، خلي حد يجهزه، لما الأمور تستقر هبعت أجيبه إن شاء الله. في وافدين كتير بيجوا وبيطلبوا الانضمام، بس انا مش واثق من شخصيتهم او هويتهم ولا حتى حسن اسلامهم. متقلقش، ضم أي حد ينطق الشهادتين، واللي مش متعلم علمه. ليه؟ علشان اللي مش متعلم كويس ده بينفذ الأمر أسرع. تحطهم في المقدمة، دول اللي هينزلوا الرعب في قلوب الأعداء، لأنه هينفذ بالحرف والقسوة. انا عايز امشي. كابول ما بقاش مكان مغري، لا حلم ولا طموح ولا حتى مستقبل. اصبر واحتسب، وإن شاء الله هنرجع بلادنا فاتحين منصورين. رحلتك متأمنة؟ أعمار ترسمها الأقدار. أشوف وشك بخير. السلام عليكم.